تعالى أقولك إزاي زرت أحلى مزارات في عمان في يوم واحد. يلا بينا. قلعة عمان، ومن أول لحظة لما طلعت فوق المشهد بانورامي رهيب، شايفة عمان كلها قدامي. بعد القلعة نزلت على المسرح الروماني اللي اتبنى في القرن الثاني الميلادي، وكان مركز للاحتفالات والعروض المسرحية. وأكتر حاجة فاجأتني في اليوم ده هو مسجد الملك عبد الله الأول، وحقيقي هو تحفة معمارية فخمة جدا ومميز بقبته الزرقاء الضخمة، وده بيخلي ناس كتير قوي تيجي تشوف جماله المعماري. وكان لازم اخد استراحة بقى في واحد من ألذ شوارع عمان، شارع الريمبو. الشارع ده بالليل حاجة تانية، أنواره وكافيهاته ومزيكا، لكن وسط البلد بقى غير، حسستني بإني لسه في القاهرة. الشوارع الضيقة، المحلات القديمة، حركة الناس بالليل، كلها حاجات حسستني إني لسه في شارع طلعت حرب. الشارع مليان محلات بتبيع التحف واللبس التقليدي الأردني، وكان ختامها مسك. طبعا مش أي حاجة، دي كنافة حبيبة الأصلية، وده أشهر وأقدم محلات الحلويات في الأردن، والناس بتقف طوابير عشان تاكلها. ولو عايز تعرف يومي اللي قضيته في عمان،